مش مهم كام حد بيزور الموقع بتاعك، المهم كام واحد بيشتري فعلا. ده اهم فيديو هتشوفه في حياتك لو عندك ستور اونلاين، واتحدى اي حد لان كل كلمه هتتقال في الفيديو ده بتساوي فلوس كتير حرفيا، سواء بتدفعها علشان تعرفها او بتخسرها علشان ما تعرفهاش. بسم الله نبدا. لو فاكر ان تسويق الاداء البرفورمانس ماركتنج هو بس اعلانات فيسبوك وجوجل، فانت بتضيع نص الفرص اللي ممكن تحقق منها ارباح. النهارده هقول لك على استراتيجيات احترافيه تخلي موقعك يحول الزوار لعملاء باعلى معدل ممكن. تابع معايا. اي حد بيزور موقعك بيمر باربع مراحل: الريجستريشن، التسجيل، الاد تو كارت اللي هي الاضافه للسله، التشيك اوت اللي هي الذهاب لصفحه الدفع، اتمام الشراء البورتشوز. ازاي تزود معدل التحويل في كل مرحله؟ واحد، تحويل الزوار الى مسجلين من الترافيك للتسجيل. اعمل عرض خاص للتسجيل بالايميل زي خصم 10% لاول طلب. استخدم محتوى يو جي سي علشان تبني الثقه ما بينك وما بين عميلك الجديد. فعل حاجه اسمها الاكزيت انتنت، هو بوب اب بيظهر قبل ما العميل بيخرج بالعروض الحصريه بوقت محدد اللي هي ليميتد تايم اوفرز، وده بيخلق عند عميلك الاحساس بالندره. خلي السي تي ايز واضحه بالمزايا اللي العميل هياخدها لما يسجل. تاني حاجه، ازاي تحول المسجلين لمشترين محتملين، يعني بالبلدي ازاي تزقهم علشان يضيفوا المنتجات بتاعتهم للسله. ضيف قسم الاختيارات المميزه لك او المنتجات الرائجه. قدم ادله شراء حسب فئه المنتجات. كمان ممكن تفعل ايميلات اوتوماتيك بافضل العروض. استخدم استبيانات واختبارات على الانستجرام لمساعده العملاء في اكتشاف المنتجات. قدم شحن مجاني عند اضافه منتجات بقيمه مثلا $50. حط تقييمات وريفيوهات في الصفحات بتاعه المنتجات. ثالث حاجه، تحويل العملاء من السله دي بقى لصفحه الدفع. ابعت ايميلات تذكير للناس اللي سابوا منتجاتهم في السله وما اشتروهاش، اللي بنسميها السله المهجوره. اعمل بوش نوتيفيكيشن، اشعارات للمتصفح بتاعك والجوال. اعمل عروض مفاجاه اللي هي اللاست مينيت بوب ابس قبل الدفع. لازم تقدم طبعا خيارات دفع متعدده لتسهيل العمليه بتاعه الشراء. استخدم تنبيهات المخزون المحدود لخلق احساس بالالحاح. رابع مرحله، اوعى تنام بني، ازاي تحول الزوار في صفحه الدفع لمشترين حقيقيين. لازم تفعل خيار الشراء كضيف اللي هي الجست تشيك اوت علشان تسرع عمليه الشراء. قدم خدمه الدفع بلمسه واحده اللي بيقولوا عليها وان كليك تشيك اوت. لازم تفعل دردشه مباشره لايف تشات علشان تساعد العملاء بتوعك. وضح سياسات الاسترجاع والاستبدال علشان تطمن العملاء بتوعك. حط علامات الثقه اللي هي البريس بادجز، ودي ايقونات بتستخدم لابراز مصداقيه المتجر وتعزيز ثقه العملاء علشان تعزز المصداقيه بتاعتك. الخلاصه، مش مهم كام حد بيزور الموقع بتاعك، المهم كام واحد بيشتري فعلا. بس كده.